اخر الشهر ومفيش معاكي فلوس ومش عارفة تعملي ايه لاولادك، ايه رأيك ان النهاردة ان شاء الله هنعمل اكلة مش هتكلفنا اي حاجة خالص؟ ازاي؟ هنعملها من بواقي التلاجة. البواقي كده لما احنا كنا بنعمل اي حاجة، يعني مثلا بنعصج لحمة، فراخ، عندنا كفتة، بنعين كده حاجات في قلب الفريزر. هننضف الفريزر والتلاجة بتاعتنا النهاردة وهنعمل منها اكلة اولادنا بيحبوها. هنعمل ايه؟ هنعمل البيتزا. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا عندي هنا كيلو من الدقيق، نخلته اول حاجة، حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح، وحطيت عليه معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، وثلاث معالق كبيرة من الزيت. ويستحسن لو عندك زيت زيتون حطي زيت زيتون، زيت زيتون، لانه بيبقى حلو قوي في البيتزا. وكان عندي علبة زبادي، هي يستحسن ان هم يكونوا علبتين، بس زي ما قلت لكم النهارده انا طلعت كل اللي عندي في التلاجة او في الفريزر، فانا حطيت علبة من الزبادي. طب لو ما عندكيش زبادي، لو عندك لبن حطي لبن او حليب. لو عندك حليب بودر حطي حليب بودر. اي نوع من انواع الالبان بتتحط للعجينه بتطريها وبتبقى حلوه معانا. طيب بعد كده انا عملت حفره كده وجمعت المكونات دي كلها مع بعضها وقلبتها عشان السكر والملح يدوبوا معايا. بعد كده بضيف الميه. مقدار الميه دايما، مقدار الميه بيكون نص مقدار الدقيق. يعني مثلا انا عندي هنا كيلو من الدقيق، مقدار الميه هيكون نص لتر من الميه. طبعا ممكن بيزيد شويه او يقل شويه، ده على حسب الدقيق. وحطيت كمان معلقه من الزعتر، فرقتها كده على ايدي وحطيتها في قلب العجينه. وانا بحط المكونات، الزعتر مع البيتزا بيديلها طعم حلو قوي. فضلت اعجن العجينه لو انت مش قادره ان انت تعجنيها مره واحده، ممكن تريحيها شويه وترجعي تعمليها، وده اللي انا عملته على 3 مرات. كل شويه كنت بعملها وبريحها عشان تديني النتيجه المطلوبه، وفي نفس الوقت اللي انا ما تعبش نفسي وما عجنهاش كتير. وانا قلتها قبل كده في فيديو الفطير ده، لو انت مش قادره ان انت تعجني العجينه وتوصليها ان هي تكون ناعمه معاكي. طيب الصلصه بتاعت البيتزا انا مش بسبك لها، لا انا بعملها بطريقه حلوه قوي. بجيب الصلصه بخففها بشويه ميه، الصلصه اللي انت بتعمليها في البيت بتخففيها بشويه ميه، بتحط لها زيت وبتحط لها ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وشويه زعتر، وتقلبيهم مع بعض. ويستحسن برضو لو عندك زيت زيتون تحطي لها زيت زيتون، بيبقى طعمه حلو قوي. طيب نشوف البواقي بقى اللي كانت عندي في الفريزر كانت ايه. كان عندي شويه من المشروم طلعتهم، وكان عندي كام صابع من الكفتة برضو طلعتهم وقطعتهم قطع صغيرة. وكان اللي في الطبق ده اللي هو الابيض ده، كانت الجبنة اللي هي الموتزاريلا، كانوا شوية مش كتار، بس قلت همشي بيهم وهقضي بيهم اي حاجة عندك. وكان عندي علبة كده صغيرة على قد علبة الزبادي، كنت انا حاطة فيها شوية من عصاج الفراخ، كنت انا عاملاه قبل كده في حشوة جلاش، وقلت اشيل شوية كده في علبة صغيرة ممكن ينفعوني في اي حشو. يعني اي حاجة عندك اللي موجودة عندك طلعيه. وكان عندي فلفل الوان طلعته برضو، كان عندي في الفريزر وطلعته. هنا العجينة بعد ما اختمرت قسمتها ل4 اجزاء زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى لغاية ما تختمر، بس اهم حاجة ان انت تغطيها عشان ما تنشفش معاكي. هناخد قطعة منها. الكيلو الدقيق هيعملولك 4 صواني اللي هم بتوع البيتزا. بتاخديها بتفرديها، بتحطي كده على ايدك دقيق وترشي على الرخامة شوية من الدقيق. اهم حاجة ان العجينة معاكي تفرديها كلها يكون سوا واحد، عشان كلها تطلع معاكي سوا واحد. هنا زي ما انتوا شايفين العجينة طرية، يعني انا حتى وانا بعملها طرية مش بتلزق معايا، يعني هي بتحسوا ان هي طرية بتلزق اي نعم، بس مش بتمسك في الايد. هنا الصينيه دهنتها شويه من الزيت، وجبت دقيق اللي هو دقيق بتاع السميط اللي هو بتاع البسبوسه، رشيته تحت في الصينيه، ده بيدي لون حلو قوي للبيتزا وبيدي لها قرمشه حلوه. لو ما فيش عندك هتحطي شويه من الدقيق. اهم حاجه تفردي العجينه كويس في قلب الصينيه، ان كله يكون سوا واحد عشان ما تطلعش منك حته تخينه وحته رقيقه. لو انت مش عارفه ان انت تسويها في الصينيه، ممكن تسويها على الرخامه وبعد كده تشيليها على بعضها تحطيها في قلب الصينيه. ممكن تعملي لها حافه كده من الطرف، وممكن تسيبيها زي ما هي. هنا انا بعمل صينيتين عشان يا دوبك على قد الفرن مش هياخد غير صينيتين بس، فانا بعملهم وبدخلهم الفرن على طول، مش بسيبها ان هي تختمر عشان ما تعلاش معايا وتبقى عامله زي الكيكه. الجو حر ولو سبتها شويه هلاقيها هتعلى معايا وتبقى عامله زي الكيكه، فانا بعد ما بخلصها على طول بحطها في قلب الفرن. في الوقت ده انا كنت
مشغله الفرن ان هو يسخن معايا. هنا دي الصينيه التانية. بعد ما خلصتها زي ما انتوا شايفين بعمل لها برضو الحافه. بعمل لها طروف يعني. بجيب شوكه وبعد كده بغرز بيها العجينه، عشان عايزه العجينه ما تقبش معايا او تتخن معايا او تتحول لي لعيش، عايزاها تكون بالرقيه بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصتها هجيب الصلصه اللي انا عملتها، ولو ما فيش عندك صلصه ولو انتي مش حابه ان انتي تحطي صلصه ممكن تحطي اللي هو الكاتشب، لو عندك كاتشب بتحطيه وبيبقى طعمه حلو برضو. دي الصلصه زي ما قلت لكم اهيت، بتبقى خفيفه وبالاخص برضو في الحر، وبحس ان بتبقى ريحتها حلوه، لان التانية بحس ان هي قلبة على طبيخ شويه. اما بتيجي تحمري البصل وبعديها الثوم وكده، لا دي بتبقى خفيفه وبتبقى ريحتها حلوه قوي. هنا خلاص بعد ما حطيت الصلصة بتشوفي بقى الحشو اللي عندك، اي حشو عندك حطيه، حتى لو لانشون. انا الحمد لله والله العظيم كل ده كان في الفريزر وطلعته، قلت يلا اخر يوم بقى نطلعه ونفضي الفريزر عشان لو حابه ان انا اعمل اكل تاني جديد. دي الكفته اللي انا قلت لكم عليها، كان كام صبع كده قطعتهم وحطيتهم، وحتى الفلفل باين اهوت ان هو دبلان يعني مش شاريه طازه ولا حاجه، كنت انا جايباه مقطعاه جاهز في قلب الفريزر. حتى ما كانش عندي طماطم في اليوم ده، قضيت بالفلفل الاحمر اللي كان موجود وقضى بنفس اللون ونفس الشكل. وكان عندي زيتون ما اشتريتش برضو، قطعته حلقات زي ما انتوا شايفين. والجبنه زي ما قلت لكم هي كانت قليله، بس حاولت ان انا اوزعها على القد، وقلت انا مش هشتري حاجه، انا همشي على قد اللي عندي يوم ويعدي، وفي نفس الوقت انا ما كلفتش نفسي اي حاجه، وفي نفس الوقت انا عملت الحاجه اللي عيالي بيحبوها. هنا كان عندي مشروم برضو في الفريزر طلعته، برصه كده على وش البيتزا. عايزه اقول لكم بقى احلى بيتزا بتدوقوها اللي هي كمان بطعم التونه. لو عندكم تونه، علبه تونه كده حطوها في قلب البيتزا بتكون طعمها حلو قوي. هنا كان عندي جبنه شيدر، حتى باين ان هي تحسوا ان هي طريه قوي لانها كانت في الفريزر، طلعتها وحطيتها مع شويه جبنه. انا عملت صينيتين حطيت فيهم جبنه موتزاريلا بس مش مكتره قوي، والتالتة كانت فضل حته كده صغيره، فجبت بيضه وحطيتها عليها، وحطيت عليها شويه فلفل اسود ووزعتها على الخليط. قلت ان هي تبقى يعني تدي برضو شكل ان هي الجبنه تسيح، والبيض برضو هيدي شكل كأن عليها جبنه. وفي واحده عملتها بدون اي جبنه خالص للي ما بيحبش الجبنه الموتزاريلا، يعني هتمشي نفسك وهتمشي امورك وكل حاجه هتتقضى وهتبقى كويسه. هنا دي اللي هي الاخيره، انا سبت التانيين في قلب الفرن. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت، انتي بتدخليها الفرن على الصاجه اللي تحت على اعلى درجة، هي مجرد 10 دقايق وبتلاقيها احمرت من تحت. بتشغلي عليها الشواية ان هي وشها يحمر معاكي وخلاص على كده، يعني مش بتاخد وقت معاكي كمان. هنا ده كان عصاج لحم فراخ زي ما قلت لكم، كنت حاطه بس على قد علبه الزبادي، كنت شايله بس على قد علبه الزبادي ونفعني النهارده. حتى الحشو زي ما انتم شايفين مش كتير، كملته بقى بالزيتون والخضار اللي هو الفلفل. وزي ما قلت لكم الفلفل نفع، حتى زي ما قلت لكم كمان ما كانش فيه طماطم، نفع اللي هو اللون الاحمر والاصفر مدي لون كمان، والاخضر هو اي نعم دبلان عشان طالع من الفريزر بس مشى وعدى. لو انتي ما فيش عندك حشوات وعايزه مثلا لانشون ممكن تحطي لانشون، ممكن تحطي سوسيس، اللي عندك اي حاجه موجوده عندك مش هتقول لا. قطع جبنه كده وتحطيها عليها اللي موجود، ممكن تقطعي شرايح بصل برضو وتحطيها عليها. في واحده زي ما قلت لكم عملتها بدون جبن خالص للي ما بيحبش الجبنه. هنا دي الصينيتين التانيين برضو بعد ما التانيين خرجوا، كنت انا خلصت دي ودخلتهم على طول. بتطلعيها بتغطيها برضو عشان تكون طرية معاكي. هنا دي كانت قطعة او حته جبنه من الموتزاريلا زي ما قلت لكم اتبقت، حطيت عليها بيضه وحطيت عليها شويه فلفل اسود وضربتهم مع بعض، وبعد كده وزعتها على الصينيه وادت شكل حلو برضو. هنا خلاص بعد ما خلصتها، ودي الصينيه التانية اللي عملتها بدون اي حاجه خالص، مجرد بس ان انا حطيت عليها الخضار. هدخلهم بقى الفرن ان هما يحمروا معايا، مش هياخدوا وقت معايا. بعد ما خلصوا طلعتهم وحطيتهم على اطباق.
طبعا هي بتتاكل سخنة عشان الجبنة اللي عليها تكون بتمط. لكن لو سبتيها هتلاقي الجبنة مش بتمط او مش بتبقى سايحة، بتلاقي الجبنة جمدت في قلب البيتزا. هنا زي ما انتوا شايفين انا بقطعها عشان اوريلكم شكلها من تحت، واوريلكم الطراوه بتاعتها ان هي طريه. زي ما قلت لكم العجينه ما تيجوا تعملوها ما تخلوهاش ناشفه معاكم، وكمان في نفس الوقت عايزاها تكون بتلزق، بس مش بتلزق لدرجه ان هي بتمسك في ايدك، لا تحسي ان هي بتلزق كده في ايدك، بس مش للدرجه ان هي بتلزق جامد. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ تحفة، وطعمها كان جميل جدا وعجبت الاولاد قوي. وزي ما قلنا النهاردة اكلتنا حاجة كده من البيت، من بواقي البيت، يعني احنا ما كلفناش نفسنا اي حاجة خالص، اللي موجود عملنا بيه. عايزاكم تجربوها وتعملوها. وده فيديو النهاردة برضو بيعلمكم مثلا ما تيجوا تعملوا اي حاجة، اي حاجة ما تستهونوش بيها. يعني مثلا عصاج لحمة شيلي شوية صغيرين كده في علبة ويعينيهم. عملتي مثلا فراخ، عينيهم مش هيقولوا لا. جبتي مثلا سوسيس، شيلي كام واحده وقوم عيناهم في الفريزر. تيجي اخر الشهر مثلا مش عارفه تعملي ايه، هتطلعي كل ده وهتعملي منهم اكله لاولادك. فيديو النهارده يا رب يكون نال